اللي في حته تانيه دي، الراجل اللي في حته تانيه دي بيضيع منكم الدوري اللي فات والدوري اللي قبليه، وهيضيع منكم الدوري النهارده. يعني النهارده الهدف اللي دخل فيه ده ما يخشش في عيل صغير. يعني تخيلوا كده لو علي لطفي ولا مصطفى شوبير هو اللي واقف، كانت الدنيا قامت ما عادتش. وفين الشناوي وفين الحته التانيه وفين الحته التالته؟ محدش لمسه، ده الراجل طلع وحط الكوره هو اللي طالع غلط. دي حاجه. تاني حاجه برضو بتهاجموني على كولر. هو كولر ايه الميزه اللي فيه او الحاجه اللي انتوا شايفينها احنا مش شايفينها؟ ده هو مقتنع جدا بالراجل اللي اسمه سافيو ده وحمدي فتحي، والاتنين اقل مستوى، يعني الاتنين النهارده مش موجودين. احنا المره اللي فاتت قلنا حسين الشحات ما يقعدش، ومن ساعه ماتش فيوتشر لما شفناه. النهارده لما لعب هو محمد هاني كانوا من نجوم المباراه ومعاهم ديانج. انت قعدت النهارده السوليه بمناسبه ايه؟ عايز ما تلعبش السوليه ما تلعب، ابدا بديانج وجنبه كريم فؤاد وقفشه، هيكسروا لك الدنيا. شوفك كده يا بربنت، انت مسكت طنطا جبت لها نزيف داخلي نزل درجه رابعه، ارحمنا بقى. عدت في الدقيقه 25 ثانيه بثلاث لعيبه من سيراميكا رايحين انفراد بمحمد الشناوي، فبيسالوني بيقولوا لي لو الهجمه دي كانت للاهلي او للزمالك، اللي هم الثلاثه اللي رايحين دولت، ده كانوا للاهلي او في مباراه للزمالك مع اي فرقه تانيه، برضو الثلاثه بتوع الزمالك دول كانوا رايحين، كان هيتمسك الحكم بالعشر ثواني؟ هم بيسالوني هذا السؤال ومش مش بيركزوا على الاهلي. الكلام جاي لي اهلي او زمالك، باعتبار ان الاهلي والزمالك هم اصحاب السطوه في كره القدم في مصر. هل كان هيصفر؟ سؤال محير. انتوا عارفين ان انا صريح ويعني ما احبش اقول حاجه ما ببقاش مقتنع بيها. سؤال يحير، وانا بوجه لحضراتكم انتوا هذا السؤال. لو كانت الهجمه دي للاهلي في مباراه النهارده او في مباراه اخرى الزمالك واي نادي امبي اي حد من دول يعني، وكانت الهجمه دي للزمالك وعدى 20 ثانيه بعد الخمس دقائق المحتسبين وقت بدل ضايع، كان الحكم هيصفر ولا هيسيب الهجمه تكتمل اللي بنسبه 99% هتبقى هدف؟ يا عم نبقى لا على جنب، احنا تعالى اجهز بقى اعلانات رمضان بتاعت كوتونيل. رمضان فاضل عليه بتاع شهرين ولا حاجه، اللهم بلغنا رمضان، لا فاقدين ولا مفقودين، ارحمنا عشان احنا مش طايقين نفسنا.